اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده انا ما عملتش حاجه لسه في المطبخ، ده كده على البيت. هوريكم النهارده ايه اللي احنا هنعمله فطار، لان احنا طبعا صايمين، يعني فطار على القد وكده. احتمال انا اللي هعمله معاكم، واحتمال اسيبه البنت تعمله، لان هطلع فوق ورايا شويه غسيل وكده. فانا هوريكم النهارده ايه الفطار اللي احنا هنعمله. طبعا عايزين بقى احنا ايه شويه خضره كده، طبعا الخضره الجميله الحلوه ديت يبقى محشي. ودي طبعا طماطم، تكمله الطماطم ايه اللي هتكون عندي، اللي هي ايه في التلاجة زي ما انتم شايفين اهو. ومعانا بقى ايه شويه نجيب كده ايه حلوين، نعملها ايه محشي ساده كده حلو، هنفطروا بيه ايه كله زي ما انتم شايفين اهوت. عارفين بقى ايه بتنجان وكده. معايا برضو هنا البتنجان ده هقسمه كده اهوت اتنين، وهنحشيه برضو هنعمله محشي زي ما انتم ايه شايفين كده. وجايبين برضو ايه كوس زي ما انتم شايفين كده اهوت. وده فطارنا النهارده زي ما بقول لكم. ورايا شغل جامد فوق، ورايا بقى غسيل، انتوا عارفين بقى الغسالة، وهغسل سجادة وكده. فبنتي برضو ممكن تحضر ده، وممكن انا اللي اعمله معاكم. وده هيكون ايه فطارنا النهارده. كل سنة كده وانتوا طيبين، وعود عليكم كده الايام بخير باذن الله. يلا بينا بقى فوق نشوف هنعمله ايه. زي ما انتوا شايفين، انتوا عارفين طبعا الاوضه اللي فوق اللي احنا ايه بنقعدوا فيها. طبعا امبارح فضيتها خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو. وشلت فرش الارض كله، لان انتوا عارفين امبارح كنت بخبز، او زي ما انتوا شايفين كده اهوت الارض. وهنا بقى عايزه اوريكم برضو الاوضه اللي جوه. كنا طبعا شايلين الملايه، كنت حاطه طبعا ايه العيش عليها ايه بالصواني. ما عملتش لسه طبعا اي حاجه فيها ولا حاجه. وعندي بقى السجاده دي كده عايزه ايه اغسلها غسله حلوه، هي والصغيرين ايه بتوعها، لان احنا كنا راكنينها من زمان. وطبعا ايه ديت انتوا مش غربة عليا، هفرشها في العيد، فقلت بقى الجو حلو وايه هنغسلها. بس زي ما انتوا شايفين برضو الارض اهيت، والاوضه زي ما هي. وعندي بقى شويه الغسيل دولت هشغل ايه الغساله واغسلهم. وطبعا الاوضه ديت اللي هي على الشارع، والفرن اهوت اللي انا كنت بخبز فيه امبارح. بقى سيقت كل ده كده اهوت مكان الغبيز، حتى الكراسي اهوت والخرطوم مكان ما غسلت. يعني طبعا عارفين بعد الغبيز لازم ايه بتبقى فيه رده في الارض والكلام ده كله. سيقتها بقى بالليل، وشلت بقى الفرش. وحتى السجاده دي برضو ايه هغسلها، لان هي بتاعت الاوضه اللي فوق. والسجاده الكبيره ديت اللي هي تحت اللي على الجدار دي برضو شلتها ونفضتها. والحافظه اللي هناك ديت برضو ايه هنغسلها باذن الله. ربنا يقوينا كده النهارده. وطبعا الاوضه هي زي ما انتم شايفين، زي ما نزلنا كده وسبناها كانت زي الشمع، ما فيهاش اي حاجه طبعا. يلا بقى كده ايه نستعد ونحضر ايه الغسالة الاول، او ممكن اغسل ايه الموكيت الاول. احط الرفس عشان خاطر يبوش، بدل ما يكب على السجادة وبيبقى فيها ترطيش الرفس ومش ما دابش يعني. فانا بحب احطه كده اهوت عشان خاطر يدوب. كده اهوت بقى هندوبه، وبعدين هنكب على السجادة وادعكها بالفرش. يا رب تكونوا شايفيني. لا انا جبت الفرشه الطويله عشان ما اوطيش قدام. اقفلوا الميه كده شويه.
كلنا نعمل الحركه ديت قبل الجو ما خلي بالكم لسه في ساعه ديت يعتبر نوى قبل الشتاء برضو. لسه الشتاء، لسه الترابه الصفراء هتيجي يعني. دي كده الايام ديت ايه حلوه شويه، فاللي وراه حاجه يعملها كده اهوت والجو حلو. يلا يا ولاد. اشتغل. طبعا بيساعدني ان هو بيفتح لي التليفون ويقفله. هنشوفوها بقى كده حلو، عشان خاطر عندي الميه بتبقى ضعيفه الصبح، فحبيت ان انا اغسل السجاد الاول وبعد كده بقى اشوف اذا كان حامله الغساله واكمل الغسيل. وطبعا السجاده دي هنغسلها برضه بتاعت الاوضه اللي جوه. طبعا احنا لسه الحته اللي جوه ديت ما اتدعكتش حلو، بس انا بتنيها عشان خاطر نصها من هناك عايزه تتفرد. دوبك كده اهو هنتنيها شويه عشان خاطر الم من ناحيه هناك، هشدها برضو ايه شويه. وانا طبعا انتوا عارفين عندي صف هنا في البلكونه، يعني مش قلقانه ان في ميه هتنزل في الشارع ولا حاجه. يلا يلا جماعه. ايه؟ يلا اقفل. اقفل ايه؟ الفيديو عشان ما يبقاش طويل. كده خلاص خلصتها، وعلى الفرشه دي في حته هنا اهوت بنحط بيها ايه الميه اهو. خليها تنزل الصابون اللي هو كده بقى. هنشطفها زي ما انتم شايفين اهوت وهرفعها، وبعد كده ارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. يلا الفرشه اهو، عارفه اجيبها فين اهي. كده بقى هنخلص الحاجه الصغيره دي ضغطات بسرعه ونشجعه كده. لو وراها حاجه تقوم بقى تعملها، عشان الجو النهارده حلو، وكان امبارح كان حلو قوي برضه، كان حر قوي امبارح. خلي بالك دي نوه يعني. هنعمله الحاجه دي طبعا وهشيلها عشان خاطر العيد. طبعا بعمل نصها واشطفها واروح رافعاها وعامله النص التاني. هنغسله بقى ديت تعرفوا يعتبر الاوضه اللي جوه. خلصنا بقى احنا اهوت ثبات الصف، وديت فردتها كده على الجدار. يعني الفرشه دي حلوه خالص يا جماعه، اللي هو مش قادر زي كده يعبس في الارض. خلص برضه الجزء دوت نشوف هنعمل ايه. ايوه
هخلص بقى الحافظه ديت، عشان الحافظه دي اللي هي عليها الكوم كله، اللي هي اللي بتشيل اللعبات كلها اللي بتبقى على السجاد. طبعا انتوا عارفين الحافظه بتبقى ايه، شايله حاجات فيها. بس يا رب اعرف اعملها بالبتاع دي. احنا كده هحطها في الكروان اللي جايه معايا. هاتيلي كده الكروانه يا حبيبتي. ها؟ لا اله الا الله. محمد رسول الله. الجو هوا كده وحلو، عشان هي عايزه ايه. كده بقى دي مش هتنفع الا في الكروانه، عشان الواحد ايه يقف عليها ويدبب عليها. ناخد الرص بقى بتاعها كده اهوت. دي طبعا عشان هي خفيفه، فانا اضطريت ان انا ايه هقف عليها كده. ولو عايزه بقى تعمليها بالفرشه وانت قاعده على الارض، فانا مش هقدر معلش ان انا ايه هقعد على الارض اتعكر. فديت كده طريقه اسهل لي ان انا ايه هقف عليها كده في الكروان. وطبعا هسيبها شويه، مش هشطفها على طول، لان ديت بتحتاج ان هي تتبوش كده وينزل منها الوسائل. لا مؤاخذه. دولت هفردهم وهخلي الظهر اللي على الوش. ليه؟ لان عندي القطط بتعدي على الجدار بيعملوها بضوافرهم، فانا بسيبهم كده اهوت على الظهر اهو زي ما انتم شايفين. وهسيب دي بقى كده، وديت هنشرها برده تحت، وبعد كده نبدا ايه نعمل الغسيل. وهسيب دي بقى كده لاخر النهار لحد ايه ما تنزل بقى ايه الحاجات اللي هي فيها. يا حبايبي بقى ما عنديش انا اصلا غسيل ابيض كتير اللي هما دول بس، وعندي ملايه السرير اللي هنا وملايه السرير اللي تحت وشويه حاجات غامقه، يعني ما عنديش غسيل كتير. هخلصهم بقى كده زي ما انتم شايفين. انتوا عارفين طبعا انا بغسل في الغساله ديت لان غسلت طبعا عليها العوض. بس هنخلصهم بقى كده اهوت وارجع لكم تاني بعد ما اخلصوا كله. حبايبي كده انا خلصت الغسيل. وطبعا انتوا زي ما انتوا شايفين الشط دولت، ودي بقى هسيبها بالليل عشان ايه تتغسل حلو وتنزل اللي في قلبها كله، ونبقى نشطفها برده بالليل بقى ايه ونشرها. ودلوقتي انا غسلت اهوت ونشرت، وبعدين هبقى انزل بقى لبيتي اشوفها بقى ايه وصلت لفين لعمايل المحشي. تعالى اوريكم بقى كده الغسيل بعد ما نشر. حبايبي هم اصلا كانوا ايه حبه الوان، يعني مش غسيل في غامق ولا حاجه، لا هم كانوا الوان بقى. شلنا بقى السرير اللي هنا الفرش بتاعه، وتحت شلت برضو الفرش بتاع السرير بتاعي، الملايات والحافظه اللي برضو ايه اللي احنا بنحطها ايه عليه. كده خلصتهم كده بسرعه. وبعد كده بقى ايه هننزل نشوف بقى ايه وصلنا لحد فين. بنتي عملت ايه المحشي. حبايبي لقيتها محضره اهوت زي ما انتم شايفين خلطه المحشي، وقورت اهيت الكوسه والبتنجان والفلفل، ومحضره جنبها بقى الحله. كده بقى انا هغير هدوم عشان كلها ميه، وبعدين ارجع لكم تاني. كده حبايبي اهوت خلصت المحشي اهوت، بس طبعا لسه بيغلي. دلوقتي الساعه 5 الا ان شاء الله هوريهولكم بقى كده ايه واحنا بنفطروا باذن الله. وهنا بقى الكوسه اهو والفلفل غسيتهم اهو زي الفل. ربنا يبارك في البنات كلها يا رب ويستر على الدنيا. ايوه انا جايه اهوت جايبه لكم بقى ايه محشي بقى. عايز النهارده اهم حاجه النهارده بعد الشغل ده لازم اكله المحشي ديت اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت. عملنا شويه محشي حلوين وهنفطروا بيهم ومية مية. ربنا يخلي البنات كده كلها يا رب العالمين. وانجزت بقى هي معايا النهارده. انا غسلت زي ما انتم شفتوا فوق، وهي اللي عملت الفطار. يلا كل سنه كده وانتم طيبين، وعيد عليكم كده الايام بخير، وبقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.